يا ترى حسيت قبل كده إن في فجوة بينك وبين جيل ألفا؟ إحنا عايشين في عالم وولادنا عايشين في عالم تاني خالص بيمزج بين الواقع والشاشة. السؤال الأهم بقى، إزاي نقدر نوصل لقلوب وعقول الجيل الرقمي ده؟ خلينا نشوف إزاي ممكن نخدم ونعلم الجيل ده بشكل فعال وبطرق عملية. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلاً بيكم في المنيو. هنا بنساعدكم تختاروا تتعلموا إيه وسط بحر الكورسات والمواقع اللي على الإنترنت. طيب خلينا نبص بسرعة على الخريطة بتاعتنا النهاردة. الموضوع متقسم ل4 أجزاء. الأول هنشوف إيه هو التحدي اللي بنواجهه بالظبط. بعد كده هنرجع لورا قوي لحكمة قديمة ممكن تكون هي الحل، ومنها هنفهم إزاي دورنا إحنا لازم يتغير. وفي الآخر خالص هنديكم شوية أدوات عملية نقدر كلنا نستخدمها على طول. أعتقد إن ده هو السؤال المحوري اللي بيواجه كل أب وأم وكل معلم وقائد النهاردة. السؤال هو، إزاي فعلاً نبني جسر حقيقي يوصلنا لجيل حياته كلها متقسمة بين الواقع والشاشة؟ خلينا نبدأ بأول نقطة. لازم الأول نوصف بدقة العالم اللي جيل ألفا عايش جواه، عشان نفهم ليه الطرق اللي احنا اتعودنا عليها ما بقتش كافية، بل بالعكس ممكن تكون بتخلق فجوة أكبر في التواصل معاهم. عشان نفهم الجيل ده لازم نفهم الكلمة دي، فيجيتال. هي مزيج بين فيزيكال وديجيتال. المصطلح ده يمكن جديد علينا، لكنه بيوصف واقعهم بالظبط. بالنسبة لهم مفيش خط فاصل واضح بين العالم الحقيقي والعالم الرقمي. الاتنين واحد. يعني إيه؟ يعني صاحبهم اللي بيلعبوا معاه روبلوكس ده صاحب حقيقي مش مجرد أفاتار، والخبرات اللي بيعيشوها جوه اللعبة دي جزء أصيل من تكوين شخصيتهم وهويتهم، بالظبط زي اللي بيحصل في المدرسة أو النادي. وعلى الناحية التانية بقى عندنا الطريقة اللي أغلبنا تربى عليها في التعليم، طريقة التلقين، اللي هي ببساطة احفظ عشان تدخل الامتحان وتنجح. المشكلة فين؟ المشكلة إن الطريقة دي بتعمل صدام مباشر مع عقلية جيل ألفا. الجيل ده مش بيقعد ويستقبل المعلومة وخلاص، لأ، ده جيل عايز يجرب، يتفاعل، والأهم من كل ده عايز دايماً يعرف ليه. الجدول ده بيلخص القصة كلها. بصوا على الفرق. النموذج القديم بتاع زمان كان المعلم هو the sage on the stage، أو الخبير اللي واقف على المسرح، والتكنولوجيا دي حاجة بتشتت وبس. لكن النموذج اللي محتاجينه النهاردة بيقلب الموازين تماماً. المعلم بيبقى guide on the side، يعني مرشد واقف جنبهم في رحلتهم، والتكنولوجيا دي مش عدو، دي أداة بنستخدمها للاكتشاف. وهنا بقى الفرق الجوهري، هل هدفنا مجرد حشو معلومات ولا هدفنا تكوين هوية وشخصية؟ طيب سؤال مهم، لو الطرق القديمة خلاص ما بقتش نافعة، هل الحل إننا نفضل نجري ورا كل موضة وكل ترند تكنولوجي جديد؟ الحقيقة والمفاجأة هنا إن الإجابة ممكن تكون العكس تماماً. الحل ممكن يكون في إننا نرجع لورا، نرجع لحكمة قديمة جداً ونكتشف إزاي هي بالذات اللي ممكن تدينا مفاتيح للتعامل مع تحديات النهاردة. وأول كنز هنلاقيه هو الكلمة العبرية دي، شنان. معناها الحرفي هو يسن أو يشحذ، زي ما بنسن سكينة أو سيف عشان يبقى حاد. الفكرة هنا مش إننا ندي معلومات، لأ، الفكرة إننا نشحذ عقلهم، نخليه حاد عشان يقدر يقطع ويخترق كل الضوضاء والمعلومات الغلط اللي بيتعرضوا لها كل ثانية في عالمهم الرقمي. المبدأ التاني يجي من اليونان، كلمة بايديا، ودي مش مجرد تأديب أو تربية، دي فكرة التكوين الشامل للشخصية، ثقافة، فنون، فلسفة، وكل حاجة. وهنا يجي دورنا إننا نخلق بايديا مضادة. يعني إيه؟ يعني قصاد الثقافة الاستهلاكية السريعة اللي الإنترنت بيقدمها، إحنا محتاجين نقدم نظام بيئي متكامل، مجتمع حقيقي، طقوس ليها معنى، فن بيرفع الروح. كل ده بيشكل نظرتهم للعالم وبيبني لهم أساس صلب. والنموذج الثالث من تاريخنا إحنا، من مدرسة الإسكندرية اللاهوتية. المدرسة دي علمتنا درس بسيط بس عميق جداً. الإيمان الحقيقي ما بيخافش من الأسئلة الصعبة، بالعكس ده بينمو بيها. وده معناه إيه لينا النهاردة؟ معناه إن أهم حاجة ممكن نعملها لجيل ألفا هي إننا نوفر لهم مساحة آمنة تماماً، مكان يقدروا يسألوا فيه أي سؤال يخطر على بالهم من غير ما يحسوا بخوف أو إن حد هيحكم عليهم. طيب عشان نطبق المبادئ العميقة دي، ده بيتطلب مننا تغيير جذري في الدور اللي بنلعبه، تغيير في هويتنا كمربيين، من شخص بيدي كل الإجابات لشخص بيمشي معاهم في الرحلة كمرشد. والمقارنة دي بتوضح التحول ده بالظبط.
في فرق شاسع بين المحاضر والمرشد، يعني جملة اسمع كلامي عشان أنا المعلم مش بتشتغل معاهم، لكن اللي بيستجيبوا ليه فوراً هو سلطة العلاقة. لما يحسوا إن الشخص اللي قدامهم ده موجود عشانهم، وقتها بس بيفتحوا قلبهم ويسمعوا. سلطة المنصب بتنتهي، لكن سلطة العلاقة هي اللي بتبني وبتستمر. جميل جدا. الكلام النظري ده حلو، بس إزاي نطبقه على أرض الواقع؟ إزاي نترجم كل المبادئ دي لأدوات عملية؟ يلا بينا نفتح مع بعض شنطة العدة ونشوف إيه الأدوات الحديثة اللي ممكن نستخدمها والمصممة مخصوص لعالم جيل ألفا. الأدوات دي فعالة جداً لأنها بتشتغل مع طبيعة تفكيرهم. أول حاجة التعلم المصغر، بدل محاضرة ساعة المعلومة تتاخد في 5 أو 10 دقايق بالكتير، وتكون مدعومة بصورة أو فيديو. تاني حاجة التلعيب، حول الدرس للعبة فيها نقط وتحديات ومنافسة زي ما بنعمل في كاهوت مثلاً. تالت حاجة التعلم القائم على البحث، ما تديش إجابة، ابدأ بسؤال كبير يخليهم يفكروا ونكتشف الإجابة سوا. وأخيراً التعلم الحركي، كل دي طرق بتتكلم نفس اللغة اللي عقلهم بيفهمها. وهنا نيجي للتكنولوجيا. بدل ما نخاف منها ونشوفها عدو، لازم نتعلم إزاي نستخدمها لصالحنا. تخيلوا معايا، استخدم الواقع الافتراضي VR عشان الأولاد يعملوا رحلة جوه أورشليم القديمة، أو نستخدم الواقع المعزز AR عشان تظهر شخصية من الكتاب المقدس قدامهم في الفصل، أو حتى نستخدم الذكاء الاصطناعي كمرشد. الموضوع كله بيتلخص في الجملة دي: التلميذ الرقمي يحتاج لطريقة تعليم قديمة لتكون عميقة، وحديثة لتكون ذات صلة. مهمتنا مش إننا نغير الحقيقة عشان تعجبهم، لأ، مهمتنا إننا نلاقي الطريقة واللغة اللي توصل الحقيقة دي لقلوبهم، إننا نقدم حكمة خالدة في إطار عصري ومبدع عشان تقدر تشكل وتأثر بجد في حياة الجيل اللي جاي. لو منيو النهاردة أفادكم، ياريت توصلوه لناس تانية ممكن تستفاد هي كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.